هاي ازيكم؟ من وجهة نظرك ايه الحاجة اللي بتخليك تحس ان الانسان اللي قدامك مختلف او راقي؟ يكون انسان راقي. ايه الحاجة اللي بتحسسك بده؟ حد شيك كده، انت بتتعامل مع حد لطيف ومريح وبتحس بان هو انسان راقي. هل الحاجة ديت ان هو مثلا يكون ساكن في مكان معين بنسمع ان المكان ده راقي، او ان هو يكون متربي في اسرة معينة، او ان هو يكون مستواه العلمي مستوى معين، حاصل على دكتوراه مثلا ولا ماجستير ولا واخد دبلومة في حاجة معينة، ولا المستوى المادي بتاعه يكون عالي؟ الدعاية والإعلانات وصلت لنا فكرة إن إحنا عشان نكون راقيين محتاجين نكون ساكنين في كومباوند معين، هو ده بقى المفهوم بتاع الرقي، أو محتاجين نكون ساكنين في مدينة معينة، أو بنلبس من براند معين، أو قاعدين في وسط معين في شغلنا أو في أيا كان. هل ده هو برضو الرقي؟ 10 نقط لو بتعملهم يبقى أنت أكيد إنسان راقي جدا. النقطة الأولى هي نقطة الذوق. الذوق بقى في إيه؟ في طريقة الطلب، وفي طريقة الشكر، وفي طريقة الرفض. حتى الرفض لازم يكون بذوق، لازم يكون بشياكة، لأن أحيانا أنا ببقى عايز أرفض حاجة، ممكن أرفضها بطريقة تحرج اللي قدامي جدا، ممكن أرفضها بطريقة تانية تخلي خلاص هو رفض مفيش مشاكل، ودي بتكون يعني دليل على إنك إنسان خلاص، أنت إنسان ناضج بتعرف ترفض مفيش مشاكل، مش بتتحرج من الرفض، ولكن مش بتحرج اللي قدامك أثناء الرفض. النقطة التانية هي نقطة عدم التفرقة. عدم التفرقة بين كل الناس، بين الكبير وبين الصغير، بين الغني وبين الفقير، بين المدير وبين العامل. النقطة ديت بالذات بتوضح قوي قوي انت قد ايه انسان متربي واخلاقك كويسة، لان مش ممكن انت تكون انسان كويس واخلاقك حلوة وراقي فعلا وتكون بتتعامل مع شخص لمجرد ان هو مثلا تحتيك في الشغل كرتبة شغل يعني، وبتتعامل معاه باسلوب سيء عشان خاطر بس النقطة ديت، او مثلا انت عارف ان هو شخص مادياته على قدها فبتتعامل معاه على اساس ان هو اصلا مش انسان، او شخص بيقدم لك خدمة معينة فبتتعامل معاه ان هو شغال عندك. فاستحالة تكون انت انسان راقي وعندك نفس النقطة ديت في شخصيتك بتتعامل بيها مع الناس. ثالث نقطة هي نقطة الاختلاف في الرأي. احيانا لما بنيجي نختلف مع حد بنطلع اسوأ ما فينا من غير قصدنا، لان احنا متعودين على ده، يا اما ده يكون نفس حاجتي بالظبط يا اما لا. انا وهو بنتكلم في نقطة معينة عن حاجة، هنقول مثلا عن حاجة سياسية، عن حاجة ليها علاقة بالشغل، عن اي حاجة، لو هو ما وافقش على رأيي ببتدي انا اقلب عليه واوري له بقى وش هو مش عارفه اول مرة كان يشوفه وقت لما اختلف معايا. لا، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. المفروض ان احنا دلوقتي في رأي وفي رأي اخر، احنا مختلفين في رأينا بس ما زلنا بنحترم بعض وبنحب بعض. فوانا بتناقش مع حد انا محتاج اعرف اذا كنت انا بتناقش ولا بتجادل، يعني هل انا لازم اكسب مناقشه؟ يبقى انا كده في حرب، ما هي فيها مكسب وخساره، او في منافسه انا مش محتاج اي منافسه. انا هقول رايي، ولو رايي ما اتاخدش بيه اتس اوكي، ممكن يكون في راي تاني افضل انسب، ممكن يكون مش الراي التاني مش مناسب ورايي انا اللي انسب، بس اوكي برضو ان هو ما ياخدوش بيه، فده عادي. لكن انا لو قلبتها لمجادله هطلع انا خسران، لاني هبقى طالع خسران سلامي وهدوئي، وخسران ان انا في النهايه برضو حسيت ان هم جم عليا عشان ما قالوش رايي والحاجات. مفيش داعي خلاص، حد قلت له رايي ما سمعش رايي ده عادي جدا، ده اختلاف وده طبيعي. رابع حاجه، من فضلك نقي الفاظك، من فضلك نقي الفاظك، لان الالفاظ اللي بتضايق الناس مش ضروري تكون هي الفاظ شتيمه، لا، الالفاظ اللي بتضايق الناس حاجات تانية كتير زي التنمر، زي ان انا اقعد اقول له ايه مالك قصير وقزعه والكلام اللي احنا حافظينه صم ده، او تنمر على اسلوب كلامه، او تنمر على اي حاجه ناقصه فيه. ومش ضروري تكون حاجه ناقصه، احيانا انا بخلق حاجه عشان اتنمر عليها، يعني احيانا هو بس يقول حاجه معينه وتكون عاديه جدا وانا اقعد اضحك بس لمجرد ان انا هتنمر. فهي نقطه ان انا انقي الفاظي وانقي كلماتي، لان فعلا الناس مش بتحب المتنمرين ومش بترتاح لهم، حتى لو ضحكوا عشان خاطر يداروا خجلهم مره واثنين وثلاثه مش هيبقوا مبسوطين من جواهم، مش هيبقوا حابين يتواجدوا معاك في نفس المكان اللي انت فيه، لانك انسان متنمر او انسان بتقول الفاظ بذيئه مش كويسه. رقم 5 ودي مهمة جدا جدا، حفظ الردود الكتير. يا جماعة احنا مش ضروري اللي بيتقال في التلفزيون او بيتقال في السينما ولا في المسلسلات ايا كان ابقى حافظه كله، يعني انا مش ضروري اللي مكتوب على اي توك توك او ميكروباص من ظهره ده يكون هو قاموسي، لان انا احيانا بقعد اقول نفس الكلام طول الوقت بيبقى كلام يعني شكله مبتذل جدا، مش بيكون حاجة يعني بتدل على الشطارة او بتدل على ان انا انسان ذهني حاضر كده وردودي جاهزه، لا هو اصلا مش لازم ان انا ارد الردود ديت، انا ممكن اقول كلمه واحده بدل القصيده اللي بتتقال الطويله العريضه ديت علشان خاطر يعني اخلص اللي انا محتاجه اقوله واوضح قصدي وخلاص.
حاجه ضايقتني هقول لا، هرفضها، هعمل اي حاجه، مش هقول 100,000 رد عشان بس انا ابقى قلدت فنان معين بيقول الحاجات ديت في فيلم هو بيمثل. فانا مش ضروري اخد تمثيل وده كاسلوب حياه. الردود الكتير مش بتبيني انسان راقي ومش بتبيني انسان شاطر في الكلام، بالعكس هي بتبيني يعني انسان يعني مش الشخص اللي الواحد يحب يتعامل معاه ابدا. على فكره الكلام عليه عامل كبير قوي قوي قوي، لان انا دلوقتي لما هقعد اتكلم انا ببين ايه اللي جوايا بالظبط. انا احيانا بس اكون عايزه ابين ان انا انسان يعني شاطر، فابتدي ان انا اتكلم بطريقه مش لذيذه. يعني تكلم حتى اراك، انا لما انت هتتكلم انا هقدر ان انا اشوفك، اشوف البني ادم ده شكله عامل ازاي ومن جواه بيفكر ازاي. دي مش حاجه يعني تعدينا كده او تفوتنا ان احنا نقول اي كلمتين احنا حافظينهم وخلاص. بالعكس احسب كلامك لو سمحت قبل ما تطلعه من بقك. سادس حاجه ودي خطيره قوي بقى يعني ومنتشره عندنا احنا كستات اكتر، نقطه التدخل في يعني شؤون غيرنا. طبعا هي اكيد موجوده في الرجاله برضو وفعلا بنشوفها كتير، بس هي يعني منتشره اكتر في الستات قوي قوي قوي. فكره انا هتدخل في اي حاجه ايا كانت ايه هي بقى. اروح لبنت مش متجوزه اقول لها انت هنفرح بيكي امتى؟ اروح لواحده متجوزه ها مفيش حاجه جايه في السكه؟ اروح لواحده عندها اي ظروف معينه طب احكي لي يا حبيبتي واجي اسالها بعدها 50 مره على نفس الحاجه. وهكذا اقعد اسال على المرتبات واسال رحتوا فين جيتوا منين شفت بوست شفت صوره عملت كذا. الطريقه ديت مش طريقه كويسه، طريقه مش مريحه، بالعكس يعني الطريقه دي بتخلي ان مش بس وجودك مش مرغوب فيه، ده اللي شافك ممكن يشوفك في شارع يمشي من شارع تاني لمجرد ان هو مش عايز يقابلك علشان ما تفضلش تساله 5000 سؤال شخصي. واحيانا بيبقى في انسان مش عايز يحرجك فبيعديها عادي، او بيحاول يبقى بيعديها من غير احراج بس هو نفسه اللي بيكون متضايق ومحرج. فالنقطه ديت تحديدا مش لذيذه. هي مش اهتمام ان انت تقعدي تقولي طب رحتي للدكتور، طب ما هو اصلك انت كده اتاخرتي في كذا، طب ما دي مش طريقه يا جماعه. طريقه مش لذيذه وطريقه يعني تتنافى مع الرقي وتتنافى مع الاختلاف وتتنافى مع اي حاجه كويسه ممكن تبقى حابب ان هي تبقى موجوده في شخصيتك. ما توصلش نفسك ابدا لنقطه ان انت عشان خاطر جيت الناس كلها تسكت، او ان احنا نبقى قاعدين في جروب كده واول لما نلاقيك موجود يعني جاي علينا نبتدي ان احنا نقول لبعض ايه طب خلاص خلاص فلان جاي. ما فيش داعي، دي مش حاجه لذيذه في حقك، انت اللي هتبقى متضايق. مع الوقت هتلاقي نفسك خلاص بقى وجودك شيء سيء بالنسبه لكل الناس. سابع حاجه النصايح الغير مطلوبه. النصايح الغير مطلوبه ديت يعني شيء من الحاجات اللي هي برضو ليها علاقه برضو بالتدخل في شؤون الغير. وعاده الشخص اللي بينصح نصايح غالبا ما بيكونش مر بيها، لان اللي مر بيها مش بيتدخل فيها بطريقه سيئه كده علشان خاطر هو اكيد مر بيها وشاف ان اللي بيمر بنفس الحاجه في الوقت ده مش بيكون يعني حابب ابدا ان حد ينصحه بطريقه صعبه من غير هو ما يساله. فالنصائح الغير مطلوبه او الغير مرغوب فيها من فضلك ما تقدمهاش، قدمها وقت لما انا اطلبها منك. اكيد لو انت شخص ذو ثقه بالنسبه لي او شخص فعلا مريت بنفس التجربه في يوم من الايام، انا هاجي اقول لك لو سمحت عرفني كذا 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 او قول لي عملت ايه في الحاجه الفلانيه، لاني عارفه ان انت مريت بيها. لكن مش طبيعي ان انت تيجي تقعد تنصح 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 وفعلا فعلا انت بتنصح من الفراغ. طب في حاله ما انا هنصح من حاجه انا بالفعل مريت بيها ده جميل وحلو، من فضلك اخد راي الشخص اللي انا هنصحه الاول. يعني لو الموضوع اتقال قدامي انا ممكن بس اقول انا مريت بحاجه شبه كده، فلو يعني احتجت مني اي مساعده انا ممكن اساعدك لو تحب. فاللي قدامي فعلا لو محتاج مساعده هيبقى بيطلب مني، زائد ان طريقتي انا في عرض النصيحه هنا انا استأذنت الاول وخليت اللي قدامي بقى مرتاح. فعلا لو اخد مني نصيحه هيحاول يعمل بيها، او لو ما حاولش يعمل بيها على الاقل مش هيكون متضايق انك قعدت نصحته كتير. تامن حاجه ودي مهمه جدا برضو، المساعده الغير مطلوبه. يعني حد واقف وشايل ابنه بيبي اروح اقول له طب هاته عنك واشيله وامشي بيه. والكلام ده كان من الحاجات اللي مش مرغوب فيها خالص، خاصة في أيام الكورونا مثلا. يعني في أيام الكورونا كان الواحد يبقى نازل بابنه وعمال بيقول يا رب ما حدش يبوسه، يا رب ما حدش يقول لي هاته أشيله، وهكذا. نفس الموضوع مثلا انت دلوقتي روحتي عند حد في البيت فيعني انت لطيفه شخص لطيف وعايزه تساعدي، فجاه بتقومي وتساعدي وتخشي كل الاوض وتعملي مش عارفه ايه، بدافع محبه وبدافع ان انا عايزه اساعد. بس ديت حاجه المفروض ان هي تطلب الاول، لان في اسرار يعني يمكن انا مش عايز ان حد يدخل بيتي ويتفرج على كل حاجه فيه مثلا. يمكن انا مش عايز ان حد يشيل ابني. يمكن انا مش عايز ان حد يديني نصيحه في شغل او يساعدني في الشغل في حاجه معينه. فالمسائل ديت المفروض ان هي برضو تبقى جايه عن طريق سؤال: تحب اشيلك البيبي؟
تحب اعمل لك كذا. الحاجات اللي زي ديت مهمه جدا جدا. تاسع حاجه، كبري دماغك كده وما تدقيش، ومش لازم كل حاجه نبقى بنقف عليها وبنمسك فيها وتقصدي ايه وعندك ايه لا، خليكي ابسط من كده، خلي التعامل معاكي هين كده وسهل ولذيذ، علشان احيانا اللي قدامك بيكون مش قاصد اصلا حاجات كتير قوي انت بتمسكي فيها، بس يعني احيانا بتطلع كلمه كده مش نحاول نلتمس النهايه الايجابيه شويه، ونعدي الامور على قد ما نقدر، ما نبقاش منتظرين الخطا او مترصدين للاخطاء عايزين نصطاد اي غلطه نتكلم فيها. احنا مش فاضيين يعني، ما فيش وقت كبير للإنسان إن هو يقعد يبُص على اللي قدّامه قال إيه وعمل إيه، لأ كبّري دماغِك، كبّري دماغِك، في حاجات كتير أوي، أوي ممكن تضايقنا، بس الأفضل إن إحنا نعدّيها. وآخر نقطة طبعًا النضافة الشخصية والهندام، مهم أوي إن إحنا يبقى شكلنا كويس ومظهرنا كويس وريحتنا حلوة، يعني لازم نكون نضاف ومهتمين بأقل التفاصيل اللي ليها علاقة بالنضافة. نفس اللبس البسيط اللي أنا ممكن ألبسه ويبان إن هو قديم جدًا، ممكن مجرد بس إن أنا كويته يبان إن هو جديد ويبان حلو أوي. وعلى العكس أنا ممكن أكون لسه جايب لبس من امبارح والبسه النهارده يبقى سيء، لمجرد إن أنا مش غاسله كويس أو مش كاويه كويس. ففي أمور بسيطة خالص، خالص زي التنسيق وزي الترتيب بتاع هدومي وبتاع شكلي، ده يخلّيك باين إن أنت لابس من أفضل الأماكن وشكلك مريح جدًا للعين. كمان كتر البهرجة في الهدوم وإن أنا أحط accessories كتير وأعمل ألوان كتير على بعضها وأحط perfume تقيل أوي، أوي وكتير أكتر منه جدًا، دي حاجات برضه مش مريحة، ودي مش بتعكس أبدًا طابع راقي خالص في شكلنا. وفي النهاية قولوا لي إيه أكتر صفة بتشوفوا بيها إن الإنسان ده راقي، وشاركوني برأيكم ده في التعليقات، وما تنسوش تعملوا subscribe وlike.